السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة قصص واقعية. اليوم غادي نتشارك معكم واحد القصة مؤثرة ومعبرة بزاف. كنتمنى انها تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم. اذا عجبتكم القصص اللي كتخلي القلب يسمع قبل العقل، ما تنسوش تابعونا وتفعلوا الجرس. خليونا نبداو. كل حي فيه قصة ما كملاتش، وفي هذا الحي كانت قصة سعيد، شاب من ضواحي مدينة آسي. كبر في زنقة صغيرة في حومة كلها أمل وتعب. سعيد ما كانش مختلف بزاف، ولكن كان في قلبه طموح كبير، طموح ديال الهجرة. كان كيشوف الناس كيرجعوا من الخارج من برا كما كنقولوا لابسين مزيان، صايقين طوموبيلات وكيعاونوا والديهم، وكان كيقول حتى انا غادي نكون بحالهم. وفي واحد النهار قرر انه غادي يحرق. خدم في الموقف، جمع شوية الفلوس واتصل بواحد السمسار، والسمسار وعدو يخرجوا من طنجة في باطو ديال السلعة. الأم كانت حاسة بالخطر، كانت كتحاول تردو، كتقول ليه سعيد راه البحر ما فيه امان، وانت زوين وعزيز وما خاصك غير تصبر. ولكن سعيد كان شايف الحلم قدام عينيه. مشى في الليل، دوز شي ايام في واحد الدار مع شباب اخرين، حتى هما كانوا معولين يحرقوا، وكلهم ساكتين وخايفين، ولكن فيهم الامل. الباطو تحرك، ولكن في الموج تقلب كل شيء. سعيد طاح واختفى من الباطو، ماشي في السواحل وماشي في الاخبار او حتى في الوراق، ولكن ما كاينش. الام كل صباح كانت كتخرج، كتجلس حدا الباب، كتسنى وكتدعي، كتقول يا ربي رجع لي ولدي، غير نسمع صوته، غير نشوفه من بعيد. دازو شهور ودازو اعوام، وفي الاخير جا شاب من الشباب اللي كانوا مع سعيد في الباطو كيعرفوا، وقال ليها سعيد طاح وما رجعش، كنت معاه وكنت شاهد. الام سكتات بالصدمه، ولكن ما عمرها تقبلت هادشي اللي كيقول لها هاد الشاب. الدموع نزلوا من عينيها بلا ما تحس. من بعد هاد الخبر المحزن اللي سمعته الام، علقت صورة ولدها سعيد في الصالة، وكانت دائما في الليل كتشعل شمعة وكتقول يمكن البحر خداه، ولكن القلب ديالي باقي فيه. ماشي كل طريق كتوصل، وماشي كل حلم كيولي حقيقة. كنتمنى انكم تاخذوا عبرة من هذه القصة الواقعية وهذه القصة المؤثرة بزاف. كاينين بزاف ديال الشباب كيبغيو يهاجروا ويعبروا للجانب الاخر، ولكن ما كيعرفوش واش هذيك الطريق غادي توصلهم ولا ما غتوصلهمش. كنت معكم من قصص واقعية. اذا عجبتكم هذه الحكاية ما تنسوش تدعمونا وتخليو التعاليق ديالكم. قصص خرافية بصوت مغربي ومن قلب الواقع.